مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. جنوب افريقيا بلد تشبه الى حد كبير الجزائر البلد الجار، من حيث انه بجوج عندهم تاريخ تتشابه لمده طويله تتقارب حوالي قرنين. جنوب افريقيا كانت عرضه للاستعمار والاستغلال ديال البيض، المستوطنين البيض الهولنديين في واحد المرحله اولى، ومن بعد جاو البريطانيين. وهذا الاستيطان ديال السكان البيض من بعد تحول الى واحد النظام ديال الابارتايد اللي دام حوالي قرن من الزمن. فطيله هذه المده والسود اللي هما الغالبيه والسكان الاصليين يتعرضون لانواع وابشع اساليب الاستغلال العنصري والميز العنصري والاهانه والحط من الكرامه البشريه. الجزائر ايضا لقرون هي كانت مستعمره تركيا، ومن بعد خضعت للاستعمار الفرنسي، والجزائر براسهم تيتكلموا على اشكال ديال الاستغلال والاستعمار والاهانه اللي تعرضوا لها تحت الحكم ديال الاتراك، لانه كانوا تيعتبروا الجزائريين مواطنين بالدرجه الثانيه، وايضا تحت فرنسا. فالشيء خلق عندهم واحد المشكل بسيكولوجي مع الذاكره ديالهم، مع الهويه ديالهم، ومع شكون هما وشنو باغيين يديروا، شنو الرساله ديالهم للعالم. هادشي خلق عندهم واحد عقده لا غوفونش. ملي الانسان تيخضع لواحد التعنيف، واحد الحبس، واحد التضييق لقرون وعقود وسنوات، ملي تعطى الحريه صافي تيتصحاب ليه السيبا، تيصحاب ليه غادي يولي سوبرمان، وان القوه ديالو ولات خارقه وما عرف شنو غادي يدير. مثل هاد البلدان تيوقع لهم ما يسمى الخلل والانحراف والاختلال في ما يسمى بالانا الهوياتي، في لا فيغتي ناسيونال، في الكبرياء الوطني ديالهم. تيولي داكشي هلامي تيتنفخ بزاف، بحال الجزائر القاره، بحال بلد الشهداء مثلا. قالوا راه في هاد المجموعه ديال البريكس الصين تتصدر مثلا، غير الامريكان بوحدها مثلا تتصدر 540 مليار دولار. قالوا الجزائر عندها 40 مليون شهيد. شوف العقليه كيفاش. جنوب افريقيا تيوقع عليها نفس المشكل من بعد ما تغلبوا على نظام الابارتايد، فدخلوا في واحد الدوامه ديال الاستمرار في هذا الخطاب التحرري الثوري اللي ولا ديكالي، لان البلدان والدول تحررت في الخمسينيات والاربعينيات والستينيات ديال القرن الماضي، وهما ما قضاو على النظام ديال الابارتايد حتى التسعينيات. نيلسون مانديلا تم الافراج عليه في 1990. فبقاو تيجدروا هذا الكاسيطه المشروخه ديال دعم الشعوب المقهوره، واخا دابا ما بقات ليبوك ني بلو ليبوك. فهاد الكبرياء تيتحول عند الدول ما يسمى ب مانيفيست ديستيني، ولا لا ديستيني مانيفيست. بالنسبه للدوله هي اشنو هو نوع الرساله اللي انت غتحملها للعالم. كاين دول عندها اون ديستيني مانيفيست قويه بحكم الحضاره ديالها، بحكم القوه ديالها، بحكم الاقتصاد ديالها، بحكم التقدم ديالها، بحكم السبق ديالها في عدد من الامور. امريكا كنموذج، فرنسا، بريطانيا، تركيا في واحد الوقت، المغرب، المملكه العربيه السعوديه، الصين، اليابان، بلدان كثيره. هاد جنوب افريقيا والجزائر يلاه اكتشفوا المساله ديال اشنو الرساله ديالنا للعالم. جنوب افريقيا عندها ديك العقده كما قلنا ديال بغات تزعم، لان خرجت منفوخه من هذاك المرحله وداك الانتصار، هذاك النظام ديال الابارتايد. صحاب لي كاع العالم فيه الابارتايد فيه. لا، راه المشاكل ديالكم راه ماشي هي المشاكل ديال باقي الدول، راه كل دوله والتاريخ ديالها والعناصر التاريخيه والموضوعيه اللي تتحكم كل مشكل. عندهم واحد القصور، واحد التبسيط في الرؤيه للمشاكل من حوله. فهاد الديستين مانيفيست ديالهم قال مودي نتوما غادي تقودوا القاره الافريقيه بدايه. هادشي دفعهم انهم يطلبوا بان المقعد ديال مجلس الامن اللي مفترض انه غادي يضافوا جوج المقاعد، واحد غيتضاف للقاره الافريقيه. قال لك جنوب افريقيا تاخذو، هي بغات تاخذ. وهادشي خلق لها مشكل مع نيجيريا. المغرب كان ذكي، لان داك لاكس الجي بريتوريا ابوجا هرسوا المغرب بسبب هاد
يعني المنافسه اللي كاينه بين نيجيريا وبين جنوب افريقيا. جنوب افريقيا تعتبر راسها القائد الطبيعي ديال افريقيا، وفي حين ان نيجيريا هي اول اقتصاد في افريقيا، اول دوله من حيث عدد الساكنه، بلد ديمقراطيه، عندها ايضا موارد طبيعيه، عندها تاريخ. ما كاينش شي سبب من الاسباب يجعل جنوب افريقيا تكون هي القائد ديال القاره الافريقيه. كاين بلدان اقوى منها، كاين مصر هي ثاني اقتصاد في افريقيا، كاين نيجيريا. فالمغرب دخل في هذا التنافس اللي كاين بين هاد يعني القوتين، واستطاع انه يتموقع الى جانب نيجيريا. ولكن جنوب افريقيا تتعتبر ان الخطر عليها هو المغرب، ولذلك كانت دائما تتحارب المغرب في شتى المستويات، والمغرب هو تيرد لها الصرف. وفعلا نتذكروا مثلا في 2010 ملي جا الدور ديال القاره الافريقيه باش تنظم كاس العالم، شكون اللي ترشح ضد جنوب افريقيا؟ ترشح المغرب. وحسب المعطيات المغرب هو اللي خدا، هو اللي نجح، هو اللي خدا اكبر عدد ديال الاصوات في التصويت ديال الاعضاء ديال الفيفا، الا ان جنوب افريقيا رشات المسؤولين ديال الفيفا وقلبوا المعطيات والنتائج ديال التصويت. ملف اخر اللي جنوب افريقيا عبرت عن العداء التلقائي ديالها ضد المغرب، لانها عارفه ان المغرب تشالنجر خطير من مستوى عالي، وعنده مقومات وعنده قوه ناعمه ودبلوماسيه في المستوى العالي، وعنده شركاء قويين. الا رجع لافريقيا وتفتحوا ليه كاع البيبان غادي ينسف المشاريع ديال جنوب افريقيا. ولهذا جنوب افريقيا دارت حمله كبيره ضد العوده ديال المغرب للاتحاد الافريقي سنه 2017، والحمد لله المغرب هزمهم شر هزيمه. كاع الدول اللي محيطه بجنوب افريقيا صوتوا ضد المغرب: موزمبيق، زامبيا، لونغولا، لوغندا، لو زيمبابوي، وهادو حلفاء ديال جنوب افريقيا جيشاتهم ودارت منهم حلف ضد المغرب. واخا المغرب دابا الحمد لله اخترق هذا التجمع، لونغولا داروا مؤخرا علاقات مع المغرب وبداو تياخذوا موقف تيحترم السياده الوطنيه على كافه اراضي. فكما قلنا جنوب افريقيا عندها العقده ديال رانا هي الممثله ديال القاره السمراء وديال الجنوب، وعاد تنفخات ملي دخلت البريكس، وهي دخلت غير باراكسيدون، صراحه باراكسيدون يفو لو دير، لان كان خصهم ممثل من القاره الافريقيه وخداو جنوب افريقيا، في حين ان كانت نيجيريا مثلا هي اللي تستحق الدخل، ولا مصر الا خدينا الامور بالمقياس الاقتصادي. هاد جنوب افريقيا كما قلنا عندها هذه الحموله التاريخيه، انها عارفه بان المغرب بلد بوابه ديال افريقيا في الشمال، قريب لاوروبا، قريب للولايات المتحده الامريكيه، عنده حضاره كبيره، عنده تاريخ غادي يخلق لها مشكل كبير بالعناصر الملموسه، المعطيات والمؤشرات الملموسه في غرب افريقيا. تشوف المكانه ديال المغرب وفي داخل الاتحاد الافريقي، كيفاش المغرب تم الاستقبال ديالو وصوتوا عليه الثلثين ديال الاعضاء. وبان فعلا ان التخوفات ديال جنوب افريقيا كانت يعني على صواب، حيث انه ملي رجع المغرب ما بقات جنوب افريقيا مهيمنه على المنصب ديال المفوضيه ديال الاتحاد الافريقي، كانت دائما تتعود يعني الممثل ديال جنوب افريقيا، هذا المنصب ديال الامين العام ديال الاتحاد الافريقي. فملي جا المغرب اول مره ولا موسى فقي اللي هو تشادي. ايضا مجلس الامن والسلم ديال الاتحاد الافريقي، شكون اللي كان فيه دائما هذا المنصب هذا لثلاث ولايات او 4 ولايات متتاليه؟ كانت يرجع للجزائر، كان فيه عمامه في الاول، بعد ولا واحد السيد اخر بلا ما نذكر السميه ديالو، ما يستحقش نذكر الاسم ديالو، كان قلل الادب على الملك محمد السادس في حفل عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي. كاع الناس الممثلين السامين ديال الدول اللي كانوا في المنصه ناضوا سلموا على جلاله الملك، الا هو ما رفض ينوض وقال لهم حنا وني با دون ان سوق هنايا. شوف الوقاحه ديال مثل هاد الممثلين. فاذا كاين تنافس كبير، كاين حساسيه، كاين خلفيات تاريخيه، كاين احساس بالنقص وبالضعف لدى جنوب افريقيا، لدى الجزائر تجاه المملكه، وهذا الشيء علاش تيعاديوها بصفه تلقائيه وطبيعيه. في هذا السياق كله التاريخي خصنا نفهموا هذا الشيء اللي وقع مؤخرا. المغرب ما طلب لا عضويه، ما دار طلب باش ينضم للبريكس ولا حتى شي حاجه.
الجميع يعلم كيفاش تعاملت الجزائر مع المساله ديال البريكس. تعاملت معها بواحد الهستيريا، بواحد الحمق، جعلت منها قضيه ديال حياه او موت، قضيه ديال نجاح او فشل دبلوماسيه ديال البلاد كلها. وتبون يعني النظام الجزائري كله من 2021 2022 هما تيديروا الحمله غادي ندخلوا البريكس، غادي ندخلوا البريكس. وفي خطابات متعدده حتى في الجزيره الرئيس عبد المجيد تبون قال لهم 2023 ستتوج بعضويه الجزائر في البريكس. وهانتم تبعتوا الاحداث، مشى لروسيا، مشى للصين، تيزاوق وتيستقبلوا السفراء الى غير ذلك. ولكن اليوم ها هو المؤتمر في جنوب افريقيا ثبت انه الجزائر لن تكون عضو. ما تمش استدعاء الرئيس عبد المجيد تبون، ما مشاش وزير الخارجيه، مشى وزير الماليه، ويمكن غادي يعطيهم ولا ما يعطيهمش عضويه ملاحظ. فاذا هذه صفعه النظام الجزائري خطيره جدا. باش ينقذوا يعني ماء الوجه ديال النظام الجزائري وباش يشوشوا على الدبلوماسيه المغربيه اللي هي دبلوماسيه رزينه، وعارفه ان هذا الاجتماع ديال جنوب افريقيا ديال بريتوريا ديال 2023 ما غاديش يكون حاسم. علاش؟ لان باقي خدمه كثير عند الاعضاء ديال البريكس باش يحدوا المعايير ديال العضويه. كاينه روسيا والصين باغيين يوسعوا البريكس، ولكن البرازيل والهند ما بغاوش. فكاين اختلاف كبير داخل اعضاء البريكس، ومحتاجين مازال يقادوا راسهم ويقادوا يعني المعايير باش هادشي يكون موضوعي. راه ماشي منظمه ديال باك صاحبي هنايا. جنوب افريقيا بغات تدخل الجزائر تدخلها، والاخرين يديروا عليها عين ميكا وتا هما يدخلوا اللي بغاو. لا، كاينه شروط موضوعيه صارمه، خص كل يعني طلب عضويه يخضع لها ويكون داكشي موضوعي وعلمي، والا ما تبقاش منظمه عندها الجديه، ما تبقاش منظمه عندها المصداقيه. الى كل بلد كما قلنا تيدير فيه اللي بغا ومع غياب كامل لمعايير شفافه. فهذا اللقاء ديال جنوب افريقيا باقي تابعوا الخدمه، باقي تابعاه يعني لقاءات اخرى كثيره. هادشي علاش المغرب ما تسرعش، تسنى باش يشوف اشنو غادي يوقع، ما حدش طلب. فجنوب افريقيا باعلان هذا طلب العضويه الوهمي اللي ما عمر المغرب حطو، هي في الحقيقه لانها عندها مشكل مع المغرب، ولان بغات تسدي واحد الخدمه مجانيه للجزائر. ما رضاتش ان المغرب ينخل هذا الاجتماع اللي كاين في بريتوريا، وانه ما يتسوقش هذا الاجتماع ديال البريكس، ويعتبر ان الشروط الموضوعيه ديال هذه المنظمه باقا ما نضجاتش باش يتعامل معها. فبريتوريا ما عجبهاش هذا الموقف الحكيم والرصين ديال المملكه، ولهذا استفزته وقالت واعلنت ان المغرب طلب العضويه باش هي تكبر من الحدث اللي واقع عندها، وباش انها تخلق لنفسها واحد الفرصه باش تضرب المغرب وتضرب السمعه ديالو، على اساس ان طلب العضويه ديالو ما تقبلش ولا ما تمش كاع المدارسه ديالو. شوف يعني درجات العدوانيه. والخدمه الثانيه هو انه لان الجزائر بكل تاكيد غتبقى خارج القاعه، ما غاديش تاخذ العضويه، فبغاو يخطيو على الفشل ديال الجزائر بالفشل ديال الملف ديال المغرب. هذا هو التفسير ديال هذه الخرجات البهلوانيه والتافهه والسفيهه ديال وزيره الخارجيه ديال البلد المنظم. للاسف كما قال المصدر من وزاره الخارجيه المغربيه، هذا البلد ما تيحترمش الشركاء ديالو في البريكس، وتيتسم بعدم الاحترافيه، ويدل على ان المقاربه ديال جنوب افريقيا مقاربه تتحكم على ايديولوجيا وتتحكم على خلفيات عدوانيه رخيصه وغير مفهومه. الهدف الوحيد ديالها هو الاساءه الى سمعه المملكه والمكانه ديالها. ولكن هيهات المغرب عنده علاقات استراتيجيه متينه وقويه جدا كل الاعضاء ديال البريكس، وكل سنه راه تينعقد الاجتماع ديال البريكس، والعضويه في البريكس راه مفتوحه، وفي اي وقت المغرب يقدر يطلبها ملي غادي تتضح الصوره، وملي غادي تنعقد بطبيعه الحال الاجتماعات في بلد اخر، بلد صديق للمغرب بحال روسيا، بحال الهند، بحال الصين، بحال البرازيل.
اللي ما غاديش يكونوا فيها بحال هذه المشاكل اللي واقعه اليوم في جنوب افريقيا. شكرا لكم على تتبع هذه الحلقه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.